من أغرب الحاجات اللي هتشوفها في أوروبا وخاصة ألمانيا فكرة ازدواجية المعايير المقززة. تعال احكي لك. بتلاقي دايما ان في مكيالين. الحاجه اللي الاوروبيين والالمان المفروض بيفتخروا بيها جدا ان في عدل ومساواه على الكل، واللي بيسري عليك بيسري على غيرك، ودي فكره وهي فكره حلوه، بس الفكره دي على ارض الواقع مش بتنفذ بصوره حقيقيه. هقول لك ليه. هقول لك ان في مجتمعات بيعملوا اللي ما يتعملش في الشارع وبصورة بشعة وفظة، وحاجات منافية للفطرة ومنافية لأي حاجة إنسانية، وبيلبسوا اللي هم عايزينه وبيعملوا اللي هم عايزينه، ومفيش حد يقدر يكلمهم تحت مظلة الحرية. انت بقى تيجي تعمل أي حاجة في أي حاجة في الشارع تتمسك والناس اللي معدين في الشارع يقعدوا يتكلموا معاك وإلى آخره. هديك مثل بسيط قوي. مكان انا بروح اصلي فيه، مكان متداري في الشارع، لو مفيش مسجد، لو مفيش اي مكان حواليا اروح اصلي فيه، بشوف اي حته متداريه في الشارع واقف اصلي فيها. وطبعا انا ما بقفش اصلي في حته توقف الشارع، وما بقفش اصلي في حته مكان عام، انا بصلي في حته متداريه كده على جنب هاديه مفيش حد بيعدي فيها. اللي بيحصل ايه بقى؟ انه لو انا بصلي حد يعدي ويسالني انت بتعمل ايه وليه وفي ايه وما ينفعش وبتاع، لكن لو انا واقف بلعب يوجا مثلا او اي حد واقف بيلعب يوجا ما حدش يكلمه. ليه؟ في ازدواجيه في المعايير هنا. دي نقطه. النقطه الثانيه، لما جم اللاجئين السوريين تم التعامل معاهم بصوره معينه، ولما جم اللاجئين الاوكرانيين تم التعامل معاهم بصوره مختلفه تماما، مع ان ده لاجئ وده لاجئ. اشمعنى ده بيعامل معامله مختلفه عن ده؟ دي برضو نقطة أنا لسه مش عارف أستوعبها ومش عارف أجمعها. خد خطوة كمان. لو أنت ما بتشربش خمرة عشان دي حاجة صحية، الخمرة بقى مضرة وبتاع وكحول ومضر وبتاع، دي حاجة صحية، فأنت تمام والناس تحبك. لكن لو أنت ما بتشربش عشان ده حرام، فالناس تعاملك معاملة وحشة جدا، اللي هو أنت متخلف وراجعي. وأنا عارف إن المقياس ده أو ازدواجية المعايير دي جزء منها موجود برضو في مصر. انا عارف ان هي مش هنا بس في المانيا، ومش في اوروبا بس، ومش في امريكا بس، هو في جزء منها في مصر بصور مختلفة ما بتتقالش بنفس الوضوح اللي هنا، لكن بيبان ان هو انت بتصلي يع ده ما بيصليش، انت ما بتشربش يع، انت ما بتروحش خروجات اللي فيها بار يع. ازدواجية المعايير دي هتطلع جيل كامل على مفاهيم خاطئة، هتطلع جيل كامل مطلوب منه ان هو يستخبى او يخبي الحاجة اللي هو بيعملها اللي هي الصح، يخبي الصلاة، يخبي ان هو ما بيشربش خمرة، يخبي ان هو ما بياكلش خنزير، يخبي الحاجات اللي هي صح اللي هو المفروض يفتخر ان هو بيعملها، بس هو هيضطر ان هو يخبيها عشان شكله قدام المجتمع، عشان هو لن يتم تقبله. ازدواجية المعايير عامله لي مشكلة كبيرة جدا. يعني انا واحد يعمل شعره احمر وازرق واخضر ويعمل مناخيره ايه وودانه ايه ويلبس ايه ويعمل ايه ومحدش يقول له اي حاجة. راجل يلبس جلابية رايح يصلي الجمعة في المسجد، الناس تقعد تبص له من فوق لتحت، وايه اللي انت لابسه ده وايه الشكل ده؟ الجلابية فيها مشكلة، لكن انا لو لابس زي هندي تقليدي مثلا ما حدش يقول لي حاجه. ليه؟ فالمشكلة الأكبر إن في شريحة كبيرة جدا من العرب عشان تخلص من وجع الدماغ بيبدأ إن هو يتلون بلون الغرب. فلو هو كل مرة بيخرج معاهم وبيروح يصلي في وسط القعدة فهو كده شكله إرهابي فهيفكس للصلاة. لو كل مرة هو ما بيشربش خمرة أو بيرة وهم قاعدين والبيرة عاملة زي المية فهو شكله كده مختلف فبيشرب وخلاص. فبيبدأ إن هو يتلون بألوانهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتكتشف في الاخر ان اخوك العربي المسلم لما تيجي تخرج معاه وهو يطلب بيرة وانت ما تطلبش بيرة، يبدأ هو اللي يعاملك معاملة وحشة عشان انت بقيت المختلف وهو خلاص بقى جزء من المجتمع. الزمن ده صعب على المغتربين خاصة اللي في البلاد الأوروبية وفي أمريكا وإلى آخره. وتربية ولادك ما بقتش حاجة سهلة خاصة لو انت عندك ولاد صغيرين. محدش يقدر ينكر الخير اللي موجود في ألمانيا والنظام الاجتماعي الممتاز جدا ونظام التأمين والتعليم، في حاجات كتير جدا ممتازه في المانيا. واللي انا بقوله ما يخلكش تحس انه انا عايز امشي واسيب البلد دي. البلد دي كويسه والبلد دي فيها خير، لكن محتاج ان انت تحمي نفسك من التلون اللي بيحصل بسبب ازدواجيه المعايير واللي بيحصل بسبب الضغط الاجتماعي اللي بيحصل من المجتمعات المختلفه. تعمل ايه؟ اول حاجه الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه. صاحبك اللي لو شافك بتتلون بلون مش لونك هيقول لك خلي بالك انت دلوقتي ماشي على الطريق الغلط، بيلحقك قبل ما الدنيا تفرد معاك في الاتجاه الغلط. 2. اعتزل اي مكان بيحصل فيه عبث او عك. ما تخرجش معاهم وتروح كازينو وتقول انا مش هشرب ومش هعمل حاجه غلط. ما تروحش معاهم تقعد في بار وتقول اصل انا هبعد عن الخمره وهشرب بيبسي. ما تروحش الاماكن اللي هي فيها مشاكل من الاول. ابعد عن الاماكن اللي فيها شبهه. هل ده معناه ان انا ما اخرجش وانا عازل واعزل اهلي في البيت؟ لا، اخرج مع اهل المسجد الحلوين الطيبين الجمال اللي بيروحوا يعملوا انشطه كتيره جدا حلوه، يروحوا يعملوا باربيكيو، يروحوا يعملوا
ويعملوا كامبينج ويخرجوا مع بعض ويعملوا حاجات حلوه قوي. شوف الناس اللي هم كويسين، الناس اللي هم لونك، مش الناس اللي هم لونك ان انت تتقفل. لا، انت ممكن على فكره، انا كنت بخرج مع ناس وانا في الجامعه احنا عندنا افكار عكس بعض تماما، انا بفكر في حاجه هم بيفكروا في حاجه، بس الاساسيات عندنا واحده. الاساسيات اللي هي ايه؟ مش رايي ومش عاداتي ومش تقاليدي. الاساسيات ده اللي هو الدين. لو انا وانت افكارنا مختلفه بس الدين عندنا واحد، انا ما عنديش مشكله نعك ونخبط ونعمل كل حاجه في بعض. لكن لو الاساسيات عندنا مش واحده، انا مش هبقى خارج مستريح، مش هبقى خارج القعده اللي فيها الخمره دي مش قاعده انا المفروض اقعد فيها. فخلاص انا مش قاعد مستريح، انا هم امشي. كان مره من المرات رحت، كان الاخوه بلاش نقول الجنسيه، اخوه ما كانوا عاملين يوم شوي، ونزلت ورحت معاهم، وكانت اول مره انزل ورحت، ويوم شكله جميل وكل حاجه، والدنيا شمس بقى والناس قاعده ويوم تحفه. لسه بتعرف على الناس، فبسلم اهلا انا اسمي لؤي، ساكن في مكان كذا، بدرس كذا، مش عارف ايه. ابص الاقي 3-4 داخلين باللي هي 6 ازايز البيره اللي متعلقين وعمالين بيوزعوا ازايز البيره على الناس. احنا قاعده كلها عرب ما فيهاش اي اجانب. اخدت شنطتي، ركبت عجلتي، مشيت. خلاص. النقطة الثالثة، خلي المسجد هو نقطة ارتكازك. خلي بيتك قريب من المسجد، او تقدر تروح المسجد بسهولة من البيت. خلي المسجد هو المكان اللي الولاد بيتعرفوا فيه على صحابهم. خلي المسجد المكان اللي منه بتبدأوا تتعرفوا على ناس وبتخرجوا وبتتفسحوا. خلي المسجد هو نقطة ارتكازك، وحاول تكون مداوم على المسجد، خاصة لو المسجد ده مسجد كويس. يعني في بعض المساجد يعني بتبقى مختلفة شوية، لكن حاول تتأكد ان المسجد كويس، وانخرط على قد ما تقدر في المسجد. مش هتعرف تمنع ولادك ان هم يصاحبوا الولاد الوحشين، خاصة لو هم في سن المراهقة. هيصاحب اللي هو عايز يصاحبه غصب عنك وغصب عن اي حد. فالحل ان انت ما تقولوش ما تنزلش مع فلان، ولا نزلت اعمل اسوي فيك. حاول طبعا تنصحه، لكن حاول ان انت تخلي فيه شوية اصدقاء كويسين كتير حواليه، فيغنوه عن الصحاب الوحشين. ويعرف برضو ان مفيش اي حد كبير على التلون. مش معنى ان انا بتكلم قدامك النهاردة وبقول لك التلون وخلي بالك وازدواجية المعايير ان انا مش هيحصل فيا كده. ممكن بكرة الصبح اصحى تلاقيني متلون الوان الدنيا كلها. سيدنا عمر، اللي هو سيدنا عمر، سأل سيدنا حذيفة بن اليمان، قال له هل انا من القائمة بتاعت المنافقين اللي النبي قالك عليها ولا لا؟ سيدنا عمر مش آمن على نفسه ان هو ممكن يكون منافق. محدش كبير على ده. طب ليه انا بقولك بقى ان مفيش حد كبير على ده؟ لانك انت لو دايما الفكرة دي موجودة في دماغك، هتبقى دايما بتراجع نفسك. هل انا دلوقتي بدأت اتلون؟ هل الموقف ده انا غلطت فيه؟ هل انا المفروض اعمل حاجة مختلفة؟ فبتحاسب نفسك، بتراجع نفسك. لكن لو انت شايف انا جامد جدا وبتاع، هتتلب حتة لبة مش هتفوق منها غير وانت ضايع. الى كل الاخوة المنبطحين اللي هيقعدوا يشتموا في التعليقات ويقلوا ادبهم، وانت مش هتلون ومش هنبطح عشان انتوا تبقوا راضيين عني وما تشتموش. اللي عايز يشتم يشتم. اي حد محتاج اي مساعدة في اي حاجة لها علاقة بألمانيا يقول لي، وكالعادة ادعوا لي.